تشكيل نادي الزمالك المتوقع لماتش مودرن. قائمة نادي الزمالك نزلت والقائمة شهدت مفاجآت. تعال بقى اقول لك بعض المفاجآت. شهدت القائمة عودة اللاعب احمد فتوح بعد غياب طويل بسبب الازمة بتاعت عمه راغب علامة، الله يمسيه بالخير. وشهدت عودة اللاعب الشاب من منتخب الشباب محمد السيد، ولاعب مهم جدا على فكرة، بس بغض النظر بقى عن الموضوع بقى التجديد بتاعه والكلام ده، بس هو لاعب مهم جدا وهيفرق مع الفرقة وهيفرق مع يانيك فيريرا. القائمة شهدت ايضا استمرار غياب سيف الدين الجزيري، والحمد لله، وحاجه تحسب ليانيك فيريرا وحاجه تحسب لاي حد سبب في استمرار غياب سيف الدين الجزيري. قائمه برضك شهدت غيابه، ودي كانت بالنسبه لي مفاجاه، المهاجم عمرو ناصر، وده شهدت وجود اللاعب ناصر منسي والمهاجم عدي الدباغ. تعالى بقى نحط تشكيل نادي الزمالك مع بعض. قبل اي شيء اخويا الغالي اعمل لي شير وفولو لايك وتعالى لي ويلا بينا. في حراسه المرمى طبعا لا خلاف ولا جدال عن الحارس محمد صبحي. الراجل عامل 2 كلين شيت. الماتش الاولاني انقذ كام كره حلوين، طلوعه في الكره عرضيه ممتاز، وبيدي طمانينه لجمهور نادي الزمالك بعد ما كان السنتين اللي فاتت اي كره عرضيه على نادي الزمالك سواء من لعبه متحركه او من كره ثابته او من كورنر ايا كان، كنا بنحط ايدينا على قلبنا بسبب محمد عواد. محمد صبحي لاعب عمل ماتشات كبيره، لو بس يستمر مركز في الكوره بس ويسيبه من هق والمق هيبقى 100 100 وزي الفل، والحارس الاول لمنتخب مصر. طبعا باك يمين مفيش غيره، النجم الموهوب الخلوق الكبير العجوز الصغير عمر جابر. عمر جابر اللي بيبوظ لنا رتم الهجمه. عمر جابر اللي الفرقه بتبقى عماله تجمع اللعب ناحيه الشمال والملعب بيمين على ناحيه الشمال، وفجاه تقول بقى انت كمشجع يلا عبد الله، عمر جابر الكادر يفتح تلاقيه فاتح الناحيه الثانيه وجاي لوحده خالص، تقول يلا عبد الله، يلا يا محمد يا شحاته، يلا يا ادم الكاد، اي حد ينقل له ملعب الناحيه الثانيه هوب فعلا تلاقي اللعيب عمل كده. بس عمر جابر يعمل ايه؟ معاه مساحه، المفروض ياخد الكره تحت رجله ويعمل سبرنت ويوصل لاكبر مكان ممكن لحد ما حد من زمايله يسند معاه، يعمل كره عرضيه اللي جايه من ورا، يعمل كره عرضيه على البعيده. لا، عمر جابر بيعمل حاجه غريبه قوي، بياخد الكره ويقوم واقف مستني اللعيبه كلها بتاعت الفرقه المنافسه لما ترجع تاني بسرعه وتقفل الجبهه بتاعته. بجد لاعب، يعني انا بحب عمر جابر وبحترم عمر جابر، بس لا يليق بنادي الزمالك. عايزين نعمل فرقه كلها نجوم، عايزين الباك الشمال يبقى زي الباك اليمين وكله. ما علينا، احنا مضطرين مكملين بعمر جابر. قلبين الدفاع طبعا لا خلاف ولا جدال عن حسام عبد المجيد، احسن مدافع في مصر، والونش ونش الاوناش. ناحيه الشمال طبعا بردك لا خلاف على النجم المغربي اسد الاطلس محمود بن تايج. نص الملعب بقى هنيجي للمدعكه. طبعا تقول نص الملعب يعني تذكر رقم واحد محمد شحاته. محمد شحاته مين اللي هيلعب بقى جنب محمد شحاته؟ انا توقع الماتش دوت ان هو هيلاعب عبد الله السعيد جنب محمد شحاته، ونمرة 10 هيلعب بقى ناصر ماهر. ما هو مستحيل يلعبه لي جناح يمين تاني، خلاص بقى الواد البرازيلي جهز واخوان والدنيا حلوه والدنيا جميله وهيجيب اجوان ان شاء الله. كده خلاص عرفنا نص الملعب. ناصر ماهر تحت عبد الله السعيد ومحمد شحاته سته. ناحيه اليمين جناح يمين طبعا خلاص النجم البرازيلي اللي هيرقصها صامبا، النجم خوان الفينا، الراجل اللي ان شاء الله هيقلب الدوري المصري. يعني حاجه كده زي ما بيقولوا فري فن، حاجه ما تفهمش بقى هي ايه، بس هو يعمل حاجه حلوه من الاخر. ناحيه الشمال طبعا هيلاعب مين بقى؟ نيجي بقى ناحيه الشمال، عندك بنزا رجع للقايمه بالمناسبه، تمام، وعندك ادم الكايد. انا اتوقع ان هو هيلاعب بنزا. بنزا شمال وهيلعب بقى مهاجم صريح، وفي رايي وان شاء الله يعملها اللاعب اللي اتظلم الماتش اللي فات بسبب الكور القليله قوي اللي وصلت له، واللي هو عدي الدباغ. وان شاء الله نادي الزمالك يكسب وناخد ال3 نقط ونبعد بقى عن بيراميدز بنقطتين، ما صدقنا بيراميدز يتعادل مش